برنامج ترميم المآثر التاريخية الذي عبئت له استثمارات في حدود 285.5 مليون درهم يهم ترميم وإعادة تأهيل 5 مدارس عتيقة و4 أبراج، وكذا 3 فنادق و3 مدابغ وسورين، بالإضافة إلى قنطرتين و8 بنايات مختلفة. أما بخصوص برنامج معالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس، فالتدخلات انطلقت منذ سنة 2004 ومكنت من إعادة إسكان 476 أسرة وتدعيم أكثر من 1500 بناية وإصلاح 283 أخرى. هذا المشروع الجديد الذي رصد له مبلغ 330 مليون درهم يمتد من 2013 إلى 2017 يهم معالجة أكثر من 3600 بناية مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة، وهدم 143 بناية ومعالجة 1586 أخرى مصنفة ضمن الدرجة الأولى من التدهور. العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس حفل توقيع الاتفاقية المتعلقة بترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية بفاس، وتلك المتعلقة بمعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة. البرامج التي تم الاتفاق عليها تتعلق بمدينة فاس. الأول يهم معالجة السكن المهدد بالانهيار، ويهم معالجة 3666 بناية بالمدينة العتيقة بمبلغ 330 مليون درهم، تشارك فيه وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والسكن والتعمير وسياسة المدينة. الثاني يهم 27 بناية ذات قيمة تاريخية ومعمارية، 285.5 مليون درهم هي قيمة استثماراته، وتشارك فيه وزارات الداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة والسكن والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الصناعة التقليدية. مختلف التدخلات المدرجة في إطار هذا البرنامج الدارات السياحية على مستوى المدينة العتيقة وتحسين المشهد الحضاري. المشروع سيساهم أيضا في التنمية السوسيو-اقتصادية للمدينة والحفاظ على الطابع العريقي لهذه الحضارة المصنفة منذ العام 81 و1000 تراثا عالميا للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو. يعد ورش رد الاعتبار وإعادة ترميم المباني المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس من الأوراش التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، فالمدينة القديمة تمتد على مساحة تقدر ب280 هكتارا ويقطنها ما يربو من 120 ألف نسمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع المتداخلين والشركاء للتغلب على الصعوبات التقنية والقانونية وحتى الاجتماعية. إيمان الهلالي. إنقاذ المدينة العتيقة شعار حملة ترميم واسعة النطاق شهدتها بنايات ومآثر مدينة فاس في السنوات الأخيرة. الحملة ترمي لتحقيق هدفين: أولا للحفاظ على آثار اعتبرتها منظمة اليونسكو تراثا عالميا، وفي الوقت نفسه تحويل المدينة العتيقة إلى نقطة جذب سياحي. مرد الاهتمام بمدينة فاس وآثارها يعود إلى كونها تعد العاصمة العلمية للبلاد، ونظرا لتراثها الزاخر وأهمية الأدوار التي قامت بها في التاريخ المغربي منذ تأسيسها من طرف المولى إدريس الثاني عاصمة لدولته في القرن التاسع الميلادي. وتدخل سياسة إعادة الاعتبار لمدينة فاس العتيقة في إطار خطة مغربية تتكون من 4 عناصر أساسية، وهي الهندسة المعمارية والتهيئة الحضرية وحماية التراث والتنمية المحلية. وقد طالت عملية الترميم مجموعة من المعالم التاريخية كمدرسة العطارين وجامعة القرويين والمدرسة البعنانية والكنيسة اليهودية والبرج الشمالي، بالإضافة إلى الأسوار القديمة المحيطة بفاس العتيقة. أما بالنسبة للدور الآيلة للسقوط فيتم إعادة تأهيلها تدريجيا وتماشيا مع البرنامج الاستعجالي الذي أطلق سنة 2004. وقد مكنت هذه العملية الاستعجالية منذ انطلاقتها من إعادة إيواء أكثر من 400 أسرة، إلى جانب تدخلات استعجالية همت أكثر من 1500 بناية كانت مهددة بالانهيار. واستهدفت هذه التدخلات في مجملها تحسين شروط عيش السكان
السكان من خلال تدعيم البنايات المهددة وصيانة وترميم المباني التاريخية وتعزيز وتقوية التجهيزات الأساسية خاصة الطرق والفضاءات العمومية. برنامج حقق نتائج إيجابية، إلا أن ضعف التمويلات الموجهة لمشاريع الإنقاذ والصيانة والترميم وكذا الضغط الديموغرافي والإكراهات التقنية تحول دون استكمال هذا الورش الكبير.